كيفن دي بروينا وهو بيخلّص كورة وهو ماشي من السيتي وبكرش وحالته حالة ومهبِّب still أحسن من رقم 8 اللي عندنا في الفرقة ده يا جماعة، اللي أنا بصراحة خلّصت فيه الموسم كُلّه، كل الصياح وكل الكلام وكل حرقة الدم. يعني أنت عندك دي بروين وهو بيخلّص وهو مكرّش وهو مش عارف يجري وهو بيلعب برجل واحدة ومش فايق أحسن منّه، وهو أكبر منّه يعني يعني كل حاجة لأ يعني دي بروين لو في فرقتي بالحالة بتاعته دي هيفيدني أكتر من رقم 8 النهارده، اللي هو النهارده بيدّينا إيه، استكمالية أو بيستكمل مستواه المُزري من أول الموسم، والتسديد اللي هو مهبِّب ب60 نيلة، والتحرُّكات الوحشة جدًا، والتمركز الجبان جدًا، والهروب من الكورة، والهروب من أماكن الخطر عشان ما يظهرش في أماكن حرجة وما يغلطش وما يتحطّش عليه ضغط، فاكر إن هو الناس مش شايفة هو بيعمل إيه، والناس مش شايفة إن هو بيلعب استغماية مع نَفْسه في الملعب، وقاعد بيجري في الحتت اللي هي أمّا بيسلِّم الكورة بيروح يجري في حتت يبقى ممسوك فيها عشان ما حدّش يدّي له، الحركات دي كلّها مفقوسة. الحركات دي كلّها مفقوسة، وما بيروحش في الحتت الخطر قدّام في التلت الأخير، وبيخاف ياخد risk وبيخاف يباصي باصات مش مضمونة أحسن تتقطع، وبيقعد بس إيه، فالح هو لمّا الكورة تتقطع منه يقعد يجري علشان إيه، أكنه بيضغط كده لحد ما الكورة تتطوّح، وخلاص أكني باضغط علشان أستخلص الكورة. فلا تعليق أكتر من اللي أنا قُلته الموسم كلّه على رقم 8 اللي هو لاعب جبان ولا يستحق بأي شكل من الأشكال إن هو يبقى الكابتن بتاعنا. اللي يستحق واحد زي داكلين رايس، اللي يستحق واحد زي جابرييل، الناس دي هي اللي تستحق شارة الكابتنة، إنما أنا ما ادّيش الكابتنة بتاعتي لواحد جبان، لواحد مش عايز يحُط نَفْسه في تمركزات في حِتَت خطر، لواحد بيسلِّم الكورة ويطلع يجري، لواحد بيشوط زي الزفت، لواحد بيباصي زي الزفت، لواحد أي التحامات بدنية بيخسرها، لواحد بيخاف جدًا على شعره وبيخاف جدًا على جسمه، ده مش الكابتن بتاعي خالص وأنا مش معترف بيه ككابتن.